سلام من الله الكريم الحليم عليكم أجمعين. تعرفوها تمثيلية تبع أبو نجيب؟ لقيت واحد أقوى منه لأبو نجيب بهالشغلة، يعني ضريب بوكس ماكين. كنت مقطوع وطالع برات الشام، قطعت معي السيارة. بس قبل ما نفوت بالتفاصيل حابب هيك أحكي مثل العادة كلمتين بين الأسطور. وقت الله بيحط عندك أمانة لا تضيعها، عاملها بشكل حلو. أو حدا خدمك يا اشكره يا سمعه كلمتين حلوين، لا تضير ظهرك وتعمل حالك استغليته وضحكت عليه. وقت الإنسان بيرخص حاله بدناوة نفسه شو بيكون بشع، وقدران إنه يساوي شغلات اللي بتقدر عليها. المهم وقت فت لعند المصلح لقيت ما شاء الله حوله المعلم لابس لبس حلو ومرتب وحاطط حمايات صناعية، والصناعية يا حرام مطوحين تحت السيارات، شي مشوق بنطرونه، شي طالعين اصابيع رجليه من البوط، والثاني والثالث وعم بيعاركوا بها السيارات. حقهم يعني انه يشتغلوا الشباب، بس كمان وقت شفت المنظرات قلت لحالي اكيد المعلم ضريب بوكس مو معتني بالصناعية ولا بالامانة اللي الله حطها عندهم. قريب يعني اخر نهار فرطوا الشباب بدهم ياكلوا، راحوا لعند المعلم، معلم شان الله دينا مصاري بدنا نروح نجيب اكل. وفتح معهم تحقيق، وين رحتوا بالمعاش وما عم بكفيكم، وين عم بتروحوا، وين بعد ساعة استرجاء المهم طالع على القرشين اعطاهم اياهم وسجل على الدفتر كل مين قديش اخذ بالليرة. والله راحوا جابوا اكل وشي بسيط يعني، وحطوا هيك مع جنب وبلشوا ياكلوا الشباب الله يحميهم. نزل عندهم المعلم مثل النسر هيك وقت ينقض على الفريسة، انا شو بكون شباب؟ لك ما بتعزموني معكم؟ قالوا له تفضل معلم بس والله مو قد المقام الاكلات يعني تفضل. والله نادى لابنه ونزل اكل هو وابنه اكثر من الشباب اللي قاعدين عم ياكلوا هدول التعيبه، اكل هو وياهم وعلى حسابهم. والسلام.